الوداديين والوداديات، السلام عليكم. في فيديو هذا النهار سوف نتعرف على جميع أخبار نادي الوداد الأمة زائد آخر مستجدات هذا النادي، فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك من أجل الانضمام إلى العائلة الودادية. قبل ما نبداو كنبغي نوجه رسالة حب وشكر للجماهير الوفية اللي وعدناها بالأخبار الحقيقية، والمهم صدقناهم بأننا عمرنا غنشروا شي خبر لا أساس له من الصحة. داكشي علاش حتى احنا من الواجب علينا أننا نوصل لكم غير المعلومات اللي كاينة واللي متداولة والأخبار الحقيقية. ما عندناش مع الإشاعات، ما بغيناش نربحوا الفلوس، ولا الهدف ديالنا في هذه القناة هو نوصلوا الصوت ديالنا للجماهير الوفية ونوصلوا الخبر الصحيح للجماهير الوفية. في هذا الفيديو غنتعرفوا على العناوين الآتية. أول حاجة غنتعرفوا عليها هو ميركاتو الوداد، من بعد أهم التعاقدات المحتملة، وفي الآخر لائحة المغادرين اللي غادروا نادي الوداد في هذا الصيف. أولا نبدأ بميركاتو الوداد. حاليا كاين 5 لعابة عندهم عقد مبدئي مع الوداد وقراب يسينيو عقد بشكل نهائي، ويتعلق الأمر بكل من محسن بودة، محمد مفيد، جواد خلوق، بالإضافة إلى الدراني، وكذلك لاعب فتح سباتة إنزو. هاد 5 اللعابة غيسينيو مع الوداد، ونهار 3 إن شاء الله عندهم الفحص الطبي. يعني بعد ما غيجتازوا الفحص الطبي بنجاح اوتوماتيكمون غيسينيو مع الوداد. يشار إلى أن هاد الصفقات طرات في الفترة ديال البركاني، وقع عقود مبدئية مع هاد 5 اللعابة، وحاليا سوف يتم تفعيل العقد. أكد رئيس الوداد الرياضي أيتمنى أن هناك مفاوضات متقدمة مع شركات عدة للألبسة، وأبرزها بيوما. يعني غنشوف إن شاء الله قميص نادي الوداد الرياضي للموسم الكروي الجديد مع شركة أخرى، خلافا للمواسم السابقة اللي كان احتكار نوعا ما لشركة وحدة. هاد الشيء غيخلي الجماهير متشوقة للتوني الجديد ديال نادي الوداد الرياضي. من بين أبرز اللاعبين اللي فسخوا العقد ديالهم مع نادي الوداد الرياضي هناك حمد الهوني. هاد اللاعب اللي في نفس الوقت نازل على عدد مهم من المستحقات المالية ديالو، موجها رسالة حب وشكر الجماهير الودادية، وفي نفس الوقت اعتذار لأنه ما قدمش موسم اللي كان الجماهير كيطمح ليه. بالإضافة إلى زكريا الدراوي كذلك فسخ العقد ديالو بالتراضي مع نادي الوداد الرياضي. إلياس الشتي نفس الشيء، وبالنسبة لأنس صرغات كذلك. محمد أوناجم واسماعيل الحداد نهاية الإعارة. عبد المالك زولا بيع العقد ديالو النادي اللي كيلعب معاه دابا. آدي نهاية الإعارة. منتصر الحتيمي نهاية الإعارة، بالإضافة إلى الكابيتانو بيبو جبران اللي كذلك غادر نادي الوداد الرياضي، وكانت الوجهة الدوري الكويتي مع فريق الكويت الكويتي. بالإضافة إلى أيوب العملود اللي شخصيا كنت أسف على الرحيل ديالو، كان من بين الأعمدة والركائز فعلا وقولا في نادي الوداد الرياضي. كنشكروا على المواسم وعلى القتالية اللي دار في كاع المواسم كاع البطولات. كإحصائية هو اللاعب الوحيد اللي ماركا في جميع النسخ في موسم واحد، إنجاز كبير وما شاء الله على هذا اللاعب، ونتمنوا له حظ أوفر في الدوري الإيراني. بالنسبة لأمين أبو الفتح حتى هو غادر النادي، ولكن الحاجة اللي ما فهمتش في النادي ديالنا هو أمين جاه العرض في الميركاتو الشتوي ب2 الملاير، ما صيفطيهش ديك الساعات، خليتي دابا تتسالى ليه العقد عاد غيمشي ليبر. يعني ما غتستافد منه لا ماديا، وزائد انه كيتسالك مستحقات خصك تعطيهم ليه. يعني ما ربحتي والو، ما جنيتي والو من اللاعب. هنا كنشوفوا التسيير الاحترافي. كنا في شي فريق واحد اخر، كون في الميركاتو الشتوي ديال العام اللي فيه كون باع امين ابو الفتح، مع العلم انه عارف ليه بقى ليه نص موسم.
أما بالنسبة لبعض الصفحات ربطات اسم إسماعيل المقدم بنادي الوداد الرياضي، كانت هناك مجرد اتصالات. لاعب عرض الخدمات ديالو على نادي الوداد الرياضي، الوداد رفضات. راكم عارفين الانتماء ديال اللاعب. من الأحسن أنا في نظري صفقة فاشلة، خصوصا أن اللاعب كبير في العمر، يعني ما عنده ما يعطي. يعني تجيب شي لاعب شاب وتبارك الله غادي مزيان حسن منه. بالنسبة للشادلي كاينين مفاوضات، ولكن ليكن في علمكم أن العقد ديالو مع لو هافر باقي عنده عقد معاه. يعني الوداد إلا بغات هذا اللاعب خصها تشري العقد ديالو. يشار إلى أن اللاعب مهاجم أيسر، والإمكانيات ديالو راكم عارفينه، المهم متوسط، ماشي شي لعاب اللي ننتظر منه المعجزة، ولكن لعاب عنده إمكانيات. المهم أنا قلت لكم كاينين مفاوضات، حتى شي حاجة ماسمية حاليا. يتقدم بعرض رسمي لعزيزاكي، هذا اللاعب البوركينابي. وغنخليكم مع بعض الإحصائيات وديزانفورماسيون عن اللاعب. أولا هو كيلعب الفريق يونغ أفريكان، العمر ديالو 28 سنة، والطول ديالو 180. كيلعب برجل اليسرى، والمكان ديالو هو ميليو اوفونسيف. بالإضافة إلى عزيزاكي، تقدم نادي الوداد الرياضي بعرض رسمي لنادي الترجي التونسي، آملا التعاقد مع أسامة بوغرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي. فأكدت مصادر إعلامية تونسية على اقتراب اللاعب من الانضمام إلى نادي الوداد الرياضي. تمكن نادي طرابزون التركي من فسخ عقد الدولي المغربي منتصر الحتيمي، ولذلك هناك إمكانية واحتمال كبير لعودته إلى نادي الوداد الرياضي. تحدث مكوينة عن إمكانية جلب بونجاني إلى نادي الوداد الرياضي، مشيرا إلى أن هذا اللاعب يمتلك مهارات خاصة وتكتيك عالي. تم اختيار دولة تركيا من أجل التربص الإعدادي لنادي الوداد الرياضي، وجاء هذا الاختيار طلبا من موكوينا لرئيس النادي أيتمنى. وسوف يشمل هذا التجمع الإعدادي مقابلات أبرزها فينيرباش التركي بقيادة مورينيو، بالإضافة إلى طرابزون التركي، وكذلك أنطاليا سبور التركي. Let me give you context. Okay, I'm going to tell you the starting lineup against Sundowns in the AFL, and I will tell you who is still here. El Moti was in goals, and El Moti is still here. The center backs was Harkas and Abdul Fat. Abdul Fat has gone, but Harkas is still there. Etihad Allah, the left back, is gone. He left even before I arrived. Chabran left now in the window. El Almud has left, the right back, and he's just gone to Iran. Draouri played in central midfield. He has left. Haimud started in midfield. There was a 3-man midfield. So Haimud's contract has come to an end. They are negotiating because he's a very good player. But the truth is, because of what happened in the club last season and players not getting paid, he's lost a little bit of faith in the club. But it's let's see how we can do that. So already that's 2 out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 players. That's 2 out of 7. And then the whole front 3 is out. Busafian is gone. El Bari is gone. El Bari, the number 21, yes. Yes, and Latimi, the number 11 on the left, is gone. So on that starting lineup they played in the AFL final, you know how many players have left out of that? 9 players have left. Jeez.